الطاقة الحرارية. عندما اكتشف الإنسان الطاقة بصورها المختلفة، تعرف على مدى أهمية الطاقة الحرارية منذ القدم، لذا بحث كثيرا لمعرفة طبيعة الحرارة وكيفية انتقالها. نشاط رقم 1: الحرارة وانتقالها. خطوات النشاط: 1. أحضر كأسا به قليل من الماء وسجل درجة حرارة الماء بالترمومتر. 2. قم بتسخين مجموعة من الكرات المعدنية باستخدام الغلاية وسجل درجة حرارة الكرات. 3. قم بإسقاط الكرات الساخنة في الماء وسجل درجة حرارة الماء والكرات معا. الملاحظة: تكون درجة حرارة الكرات المعدنية عند تسخينها أعلى من درجة حرارة الماء الموجود بالكأس، وعند إسقاط الكرات المعدنية الساخنة في الماء فإن درجة حرارة الكرات والماء معا تكون متوسطة. الاستنتاج: تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، وذلك عند تلامسهما، ويستمر انتقال الحرارة بينهما حتى يتساويا في درجة الحرارة. سؤال: علل: عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد تتغير درجة حرارة كل منهما، لأن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة حرارته إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة حتى تتساوى الدرجتان. نشاط رقم 2: حركة الجسيمات ودرجة الحرارة. الأدوات المستخدمة: مجموعة كرات معدنية متماثلة، كوبان من البلاستيك، ترمومتر. خطوات النشاط: ضع مجموعة من الكرات المعدنية في كوب من البلاستيك، ثم عين درجة حرارة الكرات في البداية. نكس فوق الكوب الأول كوبا آخر مماثلا، ثم أحكم إغلاقهما. اقلب تلك الأنبوبة المكونة من الكوبين معا رأسا على عقب عدة مرات، من 20 إلى 30 مرة تقريبا، ثم عين درجة حرارة الكرات في النهاية. ماذا تلاحظ؟ الملاحظة: درجة الحرارة النهائية تكون أكبر من درجة الحرارة الابتدائية. الاستنتاج: ارتفاع درجة حرارة الكرات بسبب حركة الكرات واحتكاكها ببعضها. تزيد درجة الحرارة مع زيادة سرعة حركة الجسيمات، أي بزيادة طاقة حركة الجسيمات. سؤال: اذكر نشاطا يوضح العلاقة بين حركة الأجسام ودرجة حرارتها. نشاط رقم 3: خطوات النشاط. احضر دراجتك ثم اقلبها. أدر بدال العجلة ثم اضغط على فراملها بقوة. قم بلمس الإطار بعد توقف العجلة مباشرة. بماذا تشعر؟ الملاحظة: ارتفاع درجة حرارة الإطار. الاستنتاج: تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. سؤال: علل: عند استخدام الفرامل ترتفع درجة حرارة إطار الدراجة. الجواب: ترتفع درجة حرارة الإطار نتيجة للاحتكاك بين الإطار وأداة الفرامل. الطاقة الحرارية هي صورة من صور الطاقة، تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. درجة الحرارة هي الحالة الحرارية للجسم، والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منها أو إليها عند ملامسة جسم آخر، وتتناسب مع طاقة حركة الجسيمات. سؤال: عرف كلا من أ. الطاقة الحرارية، ب. درجة الحرارة. نشاط رقم 4: انتقال الحرارة. أ. انتقال الحرارة. الأدوات المستخدمة: ملعقة معدنية، كوب شاي ساخن. خطوات النشاط: قم بإمساك الملعقة المعدنية وضعها في كوب الشاي الساخن. بماذا تشعر؟ الملاحظة:
ترتفع درجة حرارة ملعقة الشاي ويؤدي ذلك إلى الشعور بالسخونة. الاستنتاج: تنتقل الحرارة خلال جسم الملعقة من طرف إلى آخر. سؤال: علل. يفضل صناعة أيدي أواني الطهي من الخشب أو البلاستيك. ج. لأن الخشب أو البلاستيك كل منهما رديء التوصيل للحرارة. ب. انتقال الحرارة. خطوات النشاط: أثناء تشغيل المدفأة الكهربية في الحجرة كيف تنتقل الحرارة منها؟ ماذا تلاحظ؟ الملاحظة: انتقال الحرارة من المدفأة الكهربية إلى الوسط المحيط. الاستنتاج: تنتقل الحرارة في الهواء. طرق انتقال الحرارة بالتوصيل: هو انتقال الحرارة خلال بعض الأجسام الصلبة من طرف لآخر. بالإشعاع: هو انتقال الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الوسط المحيط، ولا تحتاج إلى وسط مادي تنتقل خلاله. بالحمل: هو انتقال الحرارة في الوسط الغازي والسائل، حيث تقل كثافة الجزيئات الساخنة وترتفع لأعلى، وتزيد كثافة الجزيئات الباردة وتهبط لأسفل. سؤال: علل. توضع المدفأة على أرضية الغرفة. يوضع الفريزر في أعلى الثلاجة. توجد في القاعات الكبرى شبابيك علوية وأخرى سفلية. التطبيقات التكنولوجية التي تنتج حرارة. بعض الأمثلة مثل المدفأة، السخان، الموقد، الأفران. يمكن تصنيف التطبيقات التكنولوجية إلى نوعين. النوع الأول يعمل بموارد غير دائمة مثل وقود البترول والفحم، وهما ملوثات للبيئة. النوع الثاني يعمل بمورد دائم مثل الطاقة الشمسية، وهو غير ملوث للبيئة. النوع الثالث يعمل بمورد متجدد مثل طاقة الرياح وطاقة الكهرباء، وهو غير ملوث للبيئة. بعض التطبيقات التكنولوجية التي تستغل الطاقة الشمسية: 1. تقطير مياه البحر المالحة للحصول على مياه عذبة. 2. تشغيل الأقمار الصناعية باستخدام الخلايا الشمسية. 3. تسخين المياه باستخدام السخانات الشمسية. لاحظ أن الطاقة الشمسية هي مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض.